اتكلمنا قبل كده في الفيديو اللي فات عن اليو بي اس سيستم. النهارده هنتكلم عن ازاي تختار اليو بي اس المناسب للبيزنس بتاعك. السر في اختيار اليو بي اس بيكمن في 3 محاور اساسيه. هل فكرت قبل كده قبل ما تختار نظام اليو بي اس المناسب ليك ايه الفرق بين نظام والتاني؟ بناء على ايه بيكون اختيارك؟ خليني اقول لك ببساطه. اول محور availability، وهنا بنتكلم على جاهزيه النظام واستقراره. هنا بنتكلم عن الكومبوننتس ريليابيليتي، البطاريات، سهوله الصيانه، سلامه التشغيل. كل ده بيأثر على ان النظام يفضل شغال بدون اي توقف حتى وقت الصيانه او الاعطال. كل ده بيكون متاخد في الحسبان. تاني محور agility adaptability، نتكلم عن المرونه. هل اليو بي اس هيكون متوافق مع كذا اركتكتشر؟ هل هينفع استخدم اليو بي اس في تير مختلف؟ سكيلابل، هل اليو بي اس بتاعي قابل للتوسع بدون اي داون تايم؟ بيكون في حاجات لايف سواوبل، هوت سواوبل، وفي حاجات كتير بتاثر على الموضوع ده. كل الاسئله دي بتحدد مدى مرونه النظام اللي انت هتختاره. تالت حاجه والمهمه جدا تي سي او، توتال كوست اوف اونر. والتي سي او بتتقسم لثلاث انواع من التكاليف: كابكس الكابيتال كوست، تكلفه الشراء والتصميم; اوبكس الاوبريتنج كوست زي عمر البطاريه والصيانه، التشغيل; الانرجي كوست كفاءه التشغيل واستهلاك الطاقه. كل ما الثلاثه دول يكونوا متوازنين كل ما البيزنس فاليو بتاعتك بتكون اعلى. يبقى المعادله البسيطه دي هي اللي بتوضح الصوره. الفاليو ايكوال الافيلابيلتي تايمز الاجيلتي اوفر التي سي او. وفي عنصر رابع مش عايزين نغفل عنه، كل العالم ابتدى يهتم بيه، وهو السستينابيلتي. لان النهارده مفيش سيستم قوي غير لما يكون صديق للبيئه وكفاءته عاليه في استهلاك الطاقه. لو بتفكر في يو بي اس جديد او بتعمل ديزاين لاي داتا سنتر او مشروع بنيه تحتيه حرجه، في النهايه انا عايزك دايما تبص على الثلاث محاور دول كانهم الدي ان ايه لاي سيستم ناجح، ودايما تستخدمهم في اختيار السيستم اللي عايزه. لو انت بتشتغل او مهتم بمجال الداتا سنتر والكريتيكال انفراستراكشر، تابعني علشان هنتكلم اكتر عن سيستمز مختلفه وازاي نطبق عليهم المعادله اللي دايما توازن ما بين التقنيه والبيزنس.